عمرك شريتي شي حاجه من الجوطيه وحسيتي بها غريبه؟ تصور معايا تشري كرسي بسيط، ولكن في كل مره كتجلس فيه كتحس بشي نفس سخون كيهضر معاك في ودنيك. انا اللي غنحكي لكم دابا راه ماشي قصه سمعتها، هذه قصتي انا مع الكرسي المسكون اللي شريته من الجوطيه. كلشي غيبدا نهار الحد. كنت في الجوطيه ديال الحي القديم، كنقلب على شي حوايج ندير لمسات في الصالون. وسط الزحام والناس كيهضروا مع بعضياتهم شدني واحد الكرسي ديال الخشب تقليدي، ما قدرتش نحيد عليه عيني بكتر تما هو زوين. كان فيه واحد النقش راقي. سولت عليه مول السلعه اللي كيبيع، قال لي هاد الكرسي راه قديم بزاف، جاي من واحد الدار قديمه، والاصل ديالو من فاس، والناس ديالو راه ماتوا كاملين. يعني الناس ديال ديك الدار كلهم ماتوا. وبقيت كنخمم مع راسي واش نديه ولا لا، ولكن ما نكذبش عليكم، بكثرت ما عجباتني هذيك الزخرفه اللي فيه ما قدرتش نفلتو. صافي شريته بواحد الثمن اللي كان زوين في المتناول، جبته معايا للدار. ولكن منين دخلت به حسيت بواحد البروده غريبه في الصالون. المهم في العشيه فاش بغيت نتفرج في التلفازه قلت ارند شنو هاد الكرسي. المهم جلست عليه وبدا كيطقطق بشويه بحال شي حاجه بغات تخرج منه، ولكن ما تسوقتش بزاف. قلت هذا غير خشب قديم وطبيعي مودو هو في الشمس عند مول البالي، طبيعي نجي نجلس عليه غيبدا يطرطق بحال هكا. المهم داك الصوت ما وقفش، ما حدو غادي وهو كيزيد. شويه بدا كيدخل معايا الشك وانا نوقف، بغيت نعرف شنو كاين. هنا غنسمع واحد الصوت اللي عمري ما غنساه، والكرسي كان كيقول منه شي واحد رجعوني لبلاصتي فيا البرد بزاف. بقيت كنقول ويلي واش هادشي سمعته ولا غير كنتخايل. لا ما يمكنش. في ديك اللحظه حسيت بالدم جمد ليا في العروق، وحسيت بحال شي حد داز من حدايا، والباب ديال الصالون تسد بوحدو. هذاك النهار الكرسي حلف ما يشد واحد البلاصه، كنحطو في بلاصه ونلقاه في وحده اخرى. المهم اخر مره كنت حطيته حدا الحيط، يعني متكي على الحيط. ملي فقت في الصباح لقيته وسط الصالون، وفي المره الاخرى لقيت عليه الاثار ديال الرجلين، ولقيت فيه تراب حقيقي بحال شي حد طلع فوق الكرسي بصباطو عامر بالتراب. المهم في واحد الليله وانا داخله للكوزينه شفت الكرسي كيتمايل للور والقدام بوحدو. صافي هنايا ما نكذبش عليكم، حسيت بواحد الخوف اللي ما عمري حسيت به من قبل. بقيت في حيره كبيره من جهه هذا الكرسي، ما عرفتش واش نشدو ولا نتخلص منه، حيت كل نهار كيزيد الرعب ديالي من جهته. المهم عندنا واحد الشواف كما كيقولوا في الدوار، قلت بلاتي نسولو لعل وعسى يفيدني. مشيت عنده وريته الصوره ديال الكرسي في الاخر في التليفون. غير شافو قال لي هاد الكرسي راه كان ديال واحد الراقي معروف، مات عليه في واحد الحصه ديال العلاج، وكيقولوا بلي الروح ديالو عمرها ما خرجت منه. قالها هو كيشوف فيا بعينيه كان باين فيهم الخوف بزاف. هنا قال لي الشواف نصيحه لك بنتي، الا كنتي شريتي هاد الكرسي رديه لبلاصتو في اقرب وقت، حيت الا بقى راه غيتملك لك الدار كامله وغيولي ساكنها كلها، وهذا الشيء اكيد غيأثر عليك وعلى الصحه ديالك. رجعت للدار وقلبي كيضرب بحال الطبل، خفت بزاف وكنت غير بوحدي. قربت من الكرسي وسمعت الصوت من جديد، وهاد المره كان واضح بزاف وكيقول لي ما تخليش عليا، هادي داري. في هاديك الليله بالضبط حلمت براجل كان لابس جلابه بيضه، وجهه ما بينش بزاف، كان جالس على الكرسي اللي عاودت لكم عليه، وكيضحك واحد الضحكه اللي كتخليك تخاف وترتاح في وقت واحد. المهم قال لي هادي بلاصتك وهنا غتبقاي. كنت مخلوعه بزاف والعرق كيسيل مني. مشيت للصالون والكرسي كان كيشوف للباب لجهه الباب. قسما بالله الا قلبي اش غنقول لكم كنحس به غيخرج ليا من ودنيا. هنا حسيت باللعب بدا كيكبر عليا بزاف، وقررت باش نتخلص منه. في الصباح هزيت داك الكرسي وديته للجوطيه، حطيته في بلاصتو القديمه، ومشيت بلا ما نشوف فيه، ما درتش نهائيا.
رجعت للدار، حسيت بواحد الراحه غريبه لاول مره. رجعت حياتي عاديه، ولا الصالون ساكت، ما بقات لا طقطقه لا والو. ولكن في نهار الجمعه وانا كنسد الباب باش نخرج، شفت الظل ديال الكرسي في الكوان ديال الصالون. قلت يمكن غير كنتخيل عاوتاني، ولكن في المره الاخرى شفته ولكن بوضوح. الكرسي كان قريب، وكان نفس الكرسي اللي عاودت لكم عليه، بنفس الزخرفه اللي فيه، وبنفس الخشبه اللي كانت مشققه في الجنب، واللي كنت كنظن في الاول منها كيجي داك الصوت فاش كنجلس عليه. قربت بشويه وسمعت الصوت اللي عمري ما ننساه. قلتي ما غاديش ترجعي لي. في هذيك اللحظه كل شيء في الدار طفى، الضوء، التليفون، وحتى الساعه وقفت على 3. وواحد البرد بحال العاصفه جا من تحت الكرسي، وواحد الريح خفيفه بدات كدور في الصالون وكتحرك الخاميه بشويه. سمعت الدقات فوق الخشب ديال الكرسي بحال شي حد كيدق بصباعه، بوحده، شويه، جوج، ومن بعد ب3. وواحد شويه الكرسي تحرك بوحده من قدامي ووقف حدا رجلي. الصوت ولا قريب ليا بزاف وكيهضر ليا في ودني. دابا نقدر نرتاح الا جلست. حسيت بشي قوه كتجبدني وما قدرتش نتحرك. سديت عينيا وقريت المعوذات وقلت بسم الله. واحد شويه طاح الكرسي بوحده وهو يتقسم على 2 قدامي، وبدا الدخان كيخرج منه، وشويه ديال ريحه المسك عمرات الدار. من داك النهار الكرسي كاع ما بقى، غير بلاصتو اللي بقات محروقه شويه في الارض. يعني الارض هي ديال الصالون بدا كيبان فيها شويه د الحراق على شكل دائره صغيره، يعني ليسباس اللي محطوط عليها الكرسي. وكل ما كنشوفها كنحس بشي حد كيشوف فيا من هذيك البلاصه. صراحه تهنيت من داك الكرسي ومن الصداع ديالو، ولكن بقاو عندي في راسي بزاف ديال الاسئله. واش بصح داك الكرسي تهرس، ولا الروح اللي كانت فيه دخلت في شي حاجه اخرى وبعدت عليا انا؟ الله اعلم. غير واحد النصيحه، المره الجايه فاش تمشيو للجوطيه ما تشريوش شي حاجه قديمه بلا ما تسميو الله، حيت ما كتعرفوش شنو كاين فيها. قولوا بسم الله وشي دعاء بسيط، يعني ما غاديش نحدد لكم الدعاء، ولكن دعيوا الله. يعني الا كان شي شر في هذيك الحاجه ما يسخرش فيها الله وما تشريوهاش، حيت بصح ما كتعرفش شنو غتلقى فيها من بعد. ومن بعد ما وصلنا لنهايه القصه غنقول لك الا عجباتك القصه ما تنساش ضغط على زر لايك وكومونتير زوين، واكيد بارطاجي مع الاهل والاصدقاء والناس اللي كيهتموا بالقصص الغامضه. وشكرا لكم بزاف.